شعب حرامي عايش بالسرقة، بالاحتيال، بالنصب، بالكذب. ولما يوقع بإيد الشرطة أو بإيدك أو بإيد أي شخص، يعني بيوقع بإيد العدالة، فبيكذب وبيتمسكن. الله يخليك سامحني، والله يخليك ما كان قصدي. بعد ما اجته المخالفة 7500 يورو، بعد ما تسكر حسابه، بعد ما تبهدل، بيصير بيساوي حاله انه هو مسكين وما له علاقة وما كان قصده. القصة بكل بساطة يا اخوان، نشرت لكم من عدة فترة قصيرة، من شي شهر ونص تقريبا، انه في اشخاص عم تسرق ومحتواي وعم تاكل مال حرام. يعني عم تنشره، بتربح من وراي وبتاكل مال حرام. فانا يعني مليت منه، عم اخسر كتير، فقلت انه اشتكي عليه. هو ليش لا؟ اول شي حكيت معه، صار يتمسخر. علقت له انه امسح هذا الصورة، هي الصورة وهذا البوست وهي الفيديو. كتير عم يسرقوا من عندي، مش صورة ولا صورتين ولا فيديو ولا فيديوهين، يعني بشكل دائم. شو انا بنشر وبيسرقوا وبينشروا كمان. فعلقت له، قلت له امسحه، قال ما رح امسحه، وصار يتمسخر بالتعليقات. بعثت له على الخاص، قام عمل لي بلوك، عمل لي حظر. فقلت له ماشي. انا عملت هيك، سجلت كل شيء سرقه، حملت كل شيء فيديوهات، حملت كل شيء صور، حملت كل شيء، ورحت اعطيته للمحامي. هذا اسمه، هي صفحته، هي الرابط وهي كل شيء. المحامي طبعا ما له محامي عادي، هذا المحامي مختص بقضايا الانترنت، الاحتيال، السرقة، الخداع على الانترنت. فانا اعطيته كل شيء للمحامي. المحامي بعد كم يوم ببعث له رسالة انه معك فترة 24 ساعة او 48 ساعة لازم تمسح كل شيء، ولازم تدفع التعويض والضرر ما يقدر بقيمة 7000 يورو مع تكاليف المحامي. ضمن ال7000 هي تكاليف المحامي. فما بيرد على الإيميل أبدا ولا بتجاوب. يعني ما بتجاوب مع المحامي ولا مع الرسالة اللي بعت له إياها بالبريد. فالمحامي بكل بساطة بيرفع الدعوة، لأنه هو كاتب له إنه إذا أنت ما تجاوبت رح يتم رفع الدعوة عليك. ففعلا رفع الدعوة عليه. بعد ما رفع الدعوة عليه بكم يوم بصير بيبعت لي لإلي، ما بروح بيبعت لعند المحامي. ببعت لي لإلي بيقول لي الله يخليك، الله يوفقك، بترجاك سامحني، وانا انا عندي عيلة وانا عم بعيش انا وعيلتي يعني، وبترجاك انه حسابي يتسكر. لانه المحامي مو بس انه بعته له، لا، لما ما تجاوب هو ببلغ الجهات المختصة في المنصة اللي عم ينشر عليها. لأنه التواصل مع المحامي غير مع التواصل مع شخص. لما محامي يبعث لجهة، لمنصة، فمجبر أنه ترد عليه وتتجاوب. المنصة بكل بساطة شافت أنه هذا الشخص عم يسرق كتير، مو بس لإلي، لكتير أشخاص آخرين، فقاموا بإغلاق الحساب بشكل كامل اللي على أساس عم بيعيش منه. بيجيني إيميل الله يوفقك سامحني، أنا عم بعيش من هذا الحساب وأنا ما اعتقدت هيك الموضوع وما فكرت هيك. قلت له الله لا يوفقك ولا يخلي فيك ولا عظم إن شاء الله. حرامي، عم تاكل مال حرام، عم تسرق تعب غيرك. سنين أنا ولا غيري لحتى وصلنا لهي الدرجة من الشهرة وانشهرنا على السوشيال ميديا وغيره، وتجي أنت بكل بساطة تسرق محتوانا وتطلع مصاري من ورانا. فهذا المال كنت عم تاخده وعم بتطعمي لعائلتك، هذا مال حرام. وأنا ما راح أسحب الدعوة وخليها مستمرة. راح وصلت الدعوة أساسا للمحكمة وللشرطة، راح توصل بعدين المحكمة. وخلي يعرف إنه الله على حق. هيك ناس حرامية بخافوا على اساس انه بيصلوا وما بعرف شو، بالمقابل هن حراميه، بياكلوا مال حرام، بيسرقوا وبيكذبوا، بينصبوا، بيستهزئوا بالناس، واخر شيء بيقولوا لك انه نحن مسلمين او نحن بنصلي او غيره. وبالنهايه شو طلعت جنسيته؟ انا توقعت انه ما راح يكون غير سوري، وللاسف طلع سوري. هذا مو انه عم بقول انه انا كل السوريين سيئين، لا، ولكن للاسف نحن السوريين عندنا مشكله باتباع القانون. عندنا مشكلة بالعمل بطريقة، نسبة كبيرة عندهم نسبة العمل بطريقة يعني صحيحة، ما بطريقة ملتوية، مو السرقة، مو الكذب، مو الخداع، مو الغش. يعني في كتير صراحة، يعني بدنا 100 سنة ضوئية لحتى نتعلم كيف نوصل لمرحلة انه نلتزم بالقانون ونبعد عن الخداع والغش والاحتيال. للأسف الشديد هذا هو الواقع. بستاهل ولا ما بستاهل؟ انا من عندي ما راح اسحب الدعوة الا يعني، الا ما بعرف شو بدكم، ممكن تصير معجزة لحتى اسحب الدعوة، غير هيك ما راح اسحبها، لانه انا قرفت وتعبت جدا من هؤلاء.